لو انت بتتعلم الماني بقالك اكتر من كذا سنة ولحد الان لسه ما وصلتش لاي حاجة خالص، فالنهاردة ان شاء الله هجيب لك السر في تعلم واتقان اللغة حرفيا من مكانك من البيت، من غير ما تروح او تزور الدولة اللي هي اصلا بتتكلم اللغة دي. لان يا جماعة حرفيا معظم الناس للاسف مثلا يعني ايه بتقعد بقالها اكتر من كذا سنة في تعلم اللغة، وهي اصلا ماشية في تعلم غلط، وللاسف هم فاكرين ان هم ماشيين صح. فالنهارده ان شاء الله هجيب لك يعني حرفيا والله العظيم عن تجربه شخصيه السر في اتقان اللغه من مكانك من البيت. تمام. حرفيا كده ان شاء الله يعني النهارده هنقل لك سر اكتر من 3 سنين تمام في تعلم اللغه. لحد الان بتكلم يعني الحمد لله بفضل الله انجليزي والماني. تمام. وطبعا الحمد لله اتقنت اللغه الالمانيه. فحرفيا هنقل لك التجربه بتاعتي في اتقان اللغه الالمانيه من مكانك انت من البيت، من غير ما تروح اي كورس، من غير اي حاجه خالص. بس اهم حاجه طبعا يكون عندك يعني الهدف اللي انت عايز تعمل فيه كده. فاهم حاجه، بس كمل الفيديو معانا لحد الاخر ان شاء الله. انا لا همنتج الفيديو ولا عارف ايه، الفكره جات لي فانا قلت انقلها للناس في اقرب وقت ممكن، عشان ما حدش يا جماعه يضيع وقت ويكون ماشي غلط في اللغه. تمام. فالنهارده ان شاء الله باذن الله هتخلص الفيديو ده وهتكون عارف طريقك هتمشي ازاي بالظبط. اهم حاجه بس ركز في كل كلمه بقولها، لان والله العظيم ربنا اعلم بكل كلمه انا بقولها في الفيديو ده طالعه مني ازاي. تمام. فخليك معايا لحد الاخر ان شاء الله عشان تستفيد باكبر قدر ممكن من الفيديو ده، والفيديو ان شاء الله مش هيكون طويل قوي يعني، فخليك معايا لحد الاخر. يلا بينا نبدا. طيب هو اصلا في البدايه خالص يعني ليه اصلا الناس بتتعلم، او ليه اصلا يعني معظم الناس للاسف مش بتوصل ان هي تتقن اللغه من البيت، وطبعا بالتحديد اللغه الالمانيه. عامة اللغة أصلا الألمانية يا جماعة لغة طبعا يعني للأسف بتكون صعبة شوية، فعايزة حد مستمر فيها ويكون ماشي صح. الاتنين دول الاستمرار وتكون بتتعلم صح، الاتنين دول أهم حاجة في تعلم اللغة الألمانية. تمام. فللأسف مثلا بقى معظم الناس في البداية خالص بتركز على إن هي تحفظ وتجمع أكبر قدر ممكن من الكلمات، تجيب مثلا يعني كتب الجرامر وتتنيها حرفيا عاكفه يعني ال10 شهور او السنه كامله على الكتاب بتاع الجرامر لحد ما تخلصه خالص. وللاسف هنا بتيجي المشكله، بعد ما يخلص ال10 شهور دول ولا حاجه بيكتشف ان هو اصلا مش عارف يتكلم ولا كلمه، هو بس بيتعلم لغه على الورق. يعني هو اصلا الفكره كلها في ايه، اللي هو اصلا بيتعلم اللغه ازاي يكتب الالماني، لان عامه اصلا يعني الكلام مختلف جدا جدا عن الكتابه، دي مهاره ودي مهاره تانية خالص. او مثلا العكس، يكون مثلا بيسمع كويس بس مش بيتكلم كويس. طب ليه؟ لان الاستماع برضو دي مهاره، والكلام والتحدث دي مهاره تانية خالص. لو انا مثلا جيت دلوقتي قلت لك خد الكتاب ده اقراه، او لو انا مثلا كلمتك عن نفسي انا شخصيا قلت لك مثلا انا بعد ما خلصت قراءه الكتاب ده بقيت سباح ماهر او سواق ماهر، هتصدقني؟ اكيد طبعا استحاله. ليه؟ لان لازم ان انا امارس الحاجه دي. لو انا مثلا كده جبت كتاب ان انا بتعلم منه السواقه، لازم امارس السواقه. يعني مثلا بعد ما اقرا اللي في الكتاب لازم ان انا اكون اجي امارس ان انا اتعلمته. ليه؟ عشان مثلا ان انا يعني اثبت الحوار ده او اثبت المهاره دي في دماغي بالظبط. نفس الكلام برضه بالحرف في الالماني. فلازم يا جماعه انك يعني حرفيا تكون بتمارس الكلام ده وبتعمله صح كمان. طيب السر بقى هنا عامة، السر يا جماعة في تعلم اللغة الألمانية وحرفيا أي لغة في العالم مش الألمانية بس يعني، هو إنك تتعلم زي ما الطفل الصغير بيتعلم. وأنا حرفيا بتكلم على يعني بالتحديد على مهارة التحدث في اللغة أو مهارة التواصل عامة بالألماني. لازم تتعلم كالطفل الصغير بيتعلم إزاي. مثلا طبعا أول حاجة بيسمع مثلا من أبوه وأمه، ماما بابا والكلام ده كله، فأنت برضو لازم تعمل الكلام ده بالظبط. هتركز اكتر في يعني مثلا حرفيا على قد ما تقدر هتركز اكتر على مهاره الاستماع في البدايه خالص. تمام. وبرضه في نفس الوقت مهاره التحدث، عشان ده اللي هيوصلك ان شاء الله الخطوه الجايه، وانك تتكلم اللغه باحترافيه او انك تتقنها حتى زي اهلها كمان. تمام. فاهم حاجه انك يعني في حاجه اسمها اكتساب اللغه او الافيرب. تمام. اللي هو اكتساب اللغه، يعني انك يعني مثلا كده ايه، في حاجه اسمها في فرق بين الاكتساب وفرق بين التعلم. لو انت اكتسبت اللغه يعني مثلا انك بتتعلم من غير ما تاخد بالك، هو ده اللي انا قصدي عليه بالظبط، انك تكتسب اللغه او تتعلم من غير ما تاخد بالك في اللغه بالظبط. تمام. فانت طبعا في البدايه خالص هتحاول تسمع وتقلد حاجات بسيطه خالص. تاني حاجه حاول تحفظ جمل، ودي اهم يا جماعه نصيحه اللي هتخليك تتكلم اللغه في اسرع وقت ممكن. مش انك تحفظ كلمات، مش انك تحفظ جرامر، طبعا ده كله مهم،
طبعا هنا يعني مش بقلل من الحاجات دي، بالعكس خالص. الجرامر، الكلمات الحاجات دي كلها مهمه جدا، بس اهم حاجه مع انك تحفظ جمل في الالماني او عامه في اي لغه. طب ليه؟ طيب عامه كده اللغه ما بيكون محفوره جوه دماغنا، او بص بالاقل خالص يعني اللي بيفرق المتشبخ او المتحدث الاصلي عنك انت مثلا كواحد متعلم اللغه، ان هو اللغه محفوره جوه دماغه كجمل. فبالتالي مثلا لما يجي مثلا يتكلم ولا حاجه، بتلاقي الجمل جاهزه جوه دماغه، محفوره جوه دماغه، مش بيفكر فيها كتير عشان يقولها. انت مثلا بقى كواحد متعلم لغه ولا حاجه، بتقعد تفكر يعني لو انت عايز مثلا انك تقول جمله معينه، تمام؟ فانت مثلا تقعد مثلا انك تفكر بقى في الكلمات، طب احط دي، طب احط دي هنا. لكن يعني العكس، او مثلا يبقى الفرق بينك وبين المتحدث في اصل اللغه ان هو اللغه مع محفوره جوه دماغك جمل معينه او استنباط معينه. فانت حرفيا لو عملت كده بالظبط، جيت مثلا انك يعني حفظت الجمل زي المتحدث الاصلي بالظبط، هتتكلم من غير ما تفكر برضو زيه بالظبط. تمام؟ فده الفرق اللي بيفرقك حرفيا اكتر حاجه عن المتحدث في اصل اللغه. فانت ان شاء الله من هنا ورايح حاول تركز اكتر على حفظ الجمل. طيب تعمل ده بقى ازاي بقى؟ طبعا ده ان شاء الله بيتعمل عن طريقتين اتنين بس مش اكتر والله. رقم واحد طبعا هو انك يعني مثلا كل ما تيجي تحفظ كلمه جديده ولا حاجه، حاول تحطها في السياق، حاول تحطها في جمله، ما تحفظهاش جمله او ما تحفظهاش ككلمه لوحدها. او برضه نفس الكلام مثلا كفي الافعال في الفعل، لما تيجي مثلا تحفظ فعل جديد ولا حاجه، حاول تحطه في جمله معينه في سياق معين، او كذا سياق يعني مثلا كذا جمله كمان. طب ليه؟ عشان يعني بكل بساطه لا مثلا انك تيجي تتكلم بيه بعدين ولا حاجه، هتتكلم بيه يعني مثلا كجمله معينه على طول سريعه جدا من غير ما تفكر فيها كتير. فيبقى رقم واحد ده هيعلي عندك سرعه الكلام. رقم اتنين هيخليك تتكلم يعني بطريقه تلقائيه كده من غير ما تقعد تفكر كتير قوي في الكلام اللي انت بتقوله. فحرفيا يا جماعه دي اهم حاجه، انك يعني تحفظ جمل كامله على بعضها وتطبقها، ما تحفظش كلمات بس، لا ركز جدا على قد ما تقدر على حفظ الجمل الكامله او الاستنباط الكامله. الحاجه التانيه برضو حاول تسمع كتير. بص انت مثلا وانت في البدايه لو انت بتسمع كتير وانت مش فاهم اي حاجه خالص، فده تلقائيا يعني ايه بيركب اللغه جوه دماغك، او مثلا يعني ايه بيخليك انك تتعود على اللغه من غير اصلا ما تفهمها خالص. فيعني حاول حرفيا في البدايه خالص انك إيه تحاول تسمع كتير جدا حتى لو انت مش فاهم اي حاجه خالص. تمام؟ اهم حاجه بس اسمع وعود ودانك على ازاي الالمان بيتكلموا الالماني، او ازاي مثلا يعني ازاي بيركبوا الجمل. تمام؟ بص معايا حرفيا دي الخلاصه في تعلم واتقان اللغه. تمام؟ طبعا في حاجه افضل من كده واحسن من كده، وهي انك تروح الدوله اللي بتتكلم الماني. طبعا المانيا عندك، المانيا عندك سويسرا عندك النمسا، الكلام ده كله طبعا ده كله بيتكلم الماني. فانت افضل حل في ده كله خالص انك تروح هناك. طيب لو انت مثلا بقى ما عندكش فرصه انك تروح هناك، فممكن تعمل الكلام ده كله بالظبط. هو انك مثلا من بيتك بمكانك في البيت وانت مثلا بتتعلم في الالماني، حاول تحفظ جمل كامله على بعضها. انا كده حرفيا بلخص عليك يعني تعب سنين جدا اقسم بالله والله يا جماعه. تمام؟ فانت احفظ جمل كامله على بعضها، يبقى اسمع كتير، احفظ جمل كامله على بعضها او استنباط كامله. في برضو كده حاجه اسمها الغير فيندونج، او اللي هي التعبيرات باللغه الالمانيه. يعني مثلا كده مثلا بيكون تعبير كامل على بعضه، يعني مثلا كلمه جنب كلمه بيكون تعبير كده كامل على بعضه، اللي هو مثلا الالماني بيستعمله في موقف معين بشكل تلقائي جدا برضه. فانت حاول انك تركز فيه جدا برضه او تحفظهم على قد ما تقدر. وان شاء الله بالتوفيق للجميع. اللغه الالمانيه بالذات عايزه استمرار، عايزه حد قوي، لان اللغه قويه فعايزه حد قوي عشان يتعلمها. تمام؟ فانت اهم حاجه حط هدف قدامك، انت ليه بتتعلم اللغه اصلا من الاول خالص؟ عشان تسافر، عشان تشتغل بيها، الكلام ده كله. فانت الهدف ده هو اللي هيديك دفعه انك تكمل لحد ما توصل لاحتراف اللغه ان شاء الله والله. يبقى اول حاجه حط هدف في اللغه. رقم اتنين حط خطه عشان توصل بيها ان شاء الله اللغه، يعني عشان توصل بيها لاتقان اللغه. رقم ثلاثة احفظ جمل، احفظ جمل وانت بتتعلم الالماني. تمام؟ فيا رب نكون استفدنا. حرفيا دول خلاصه يا جماعه يعني هتوفر عليك كتير جدا والله العظيم. حتى لو انت لسه في البدايه، لو انت حتى في الاي 1، ممكن انك تكون برضو طليق في اللغه كمان وانت بس بتحفظ الجمل دي. تمام؟ او انت مثلا بتركز على حفظ الجمل، هتتكلم حتى في المستوى بتاعك وانت يعني بطريقه عاليه جدا، وانت يعني حتى حرفيا لسه برضو عندك اللغه او عندك كلمات مش كتير جدا بس انت حافظ كلها بعضها، فانت هتتكلم اسرع من حد مثلا في البيت في البي اينس ولا حاجه يعني، وهو لسه مش بيعرف يتكلم، او مثلا
مش بيكون جمل كامله على بعضها. تمام. فانت ركز على تكوين الجمل كامله على بعضها ان شاء الله، وباذن الله في اسرع وقت هتوصل للطلاقه في اللغه. تمام. فرب نكون استفدنا. لو عندك اي سؤال في اي حاجه في اللغه يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت باذن الله يعني. تمام. وفي النهايه كده مثلا احب اقول لك يعني، لو انت مثلا تحب تحجز معايا مثلا موعد شخص ولا حاجه كاستشاره، مثلا عندك مثلا سؤال في حاجه في الكول سنتر، عندك مثلا سؤال في اي حاجه في اللغه عامه، ان شاء الله هتلاقي رابط حجز المواعيد تحت ان شاء الله في الوصف. تمام. مبلغ رمزي جدا بس يعني عشان الوقت مش اكتر، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، ويا رب توصل لاي حاجه انت عايزها في حياتك. وفي طبعا في النهايه كده حابب اقول لك يعني قوت انا بحبه جدا في اللغه الالمانيه، هو بيقول لك: Eines Tages wirst du dafür danken, dass du nicht aufgegeben hast. Noch einmal. Eines Tages wirst du dir dafür danken, dass du nicht aufgegeben hast. طبعا شرحه بالعربي هو: يوما ما سوف تشكر نفسك على عدم الاستسلام. يا رب نكون استفدنا، وبس zum nächsten Mal.